السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيت نبارطاجي معاكم وصفة البيتزا كاري ونعطيكم اسرار نجاح بيتزا كاري باه تجيكم كيما تاع برا وتجي خفيفة والعجينة تاعها راح تكون ناجحة 100%. جوست تبعوا برك وش راح نفهمكم في هذا الفيديو باش هكا تنجح لكم العجينة تاع البيتزا كاري. هيا نبداو مع بعضنا الوصفة. وش نحتاجو في الوصفة؟ نحتاجو 3 كيسان معمرين مليح فرينة كيما هنا. مش محتى نديرو كيما كاس كيما تاعي، ما نديري هذا الكاس القيس تاعو يهز 240 مليلتر، يعني عندك اي كاس يهز 240 مليلتر عمريه كيلي بيه ولا كيلي باي كاس واحد اخر عادي جدا. مهم نحطو 3 كيسان معمرين فرينة ونحطو ربع كاس زيت. بالنسبه للزيت لهنا راني حطيته كامل، حطيت شويه وبسستها مليح، ومن بعديك زدت حطيت اللي بقى، وبقيت نبسس في العجينه تاعي مليح، بسست الفرينه مليح. بعد ما نبسس الفرينه تاعنا واش نحطو مغرف سكر تاع شاي، هي مغرف كبيره، ومعاها مغرف كبيره خميره تاع الخبز. ولهنا راني حطيت مغرف كبيره لحظه. لهنا اللحظة اختياري، عندك تحطي ما عندكش مش لازم تحطي عادي جدا. لهنايا خلطنا كلش هذوك من النواشف مع بعضنا، وزدت لها لهنايا 2 مغارف تاع قهوة معمرين ملح. بالنسبة للملح كان يحبها شوي مسوس هذيك، كل واحد وش يوكل. لهنا نزيد شويه باسكو ما كانتش المغرف الثانيه معمره مليح. وصلنا للمكون السري اللي هو الخل الابيض. حطي مغرف تاع شا خل، هذا هو المكون السري في العجينه تاعنا تاع نهار اليوم. من بعديك راح نبداو نبلو عادي. لكان عندك الحليب وتحبي تبلها تلمها بالحليب مليح، جوست دفي الحليب ولمي العجينه تاعك. ما نقدرش نقول لك كاس 2 3 حتى تتلم العجينه بشرط انها تقعد تتلاصق. لكن ما كانش الحليب، انا هنا حطيت لحظه وصراحه ما كانش عندي الحليب فدرتها بالماء عادي جدا. دفيت الماء وقاعده نلم بالماء. دوك تشوفوا معايا كيفاه راح تكون العجينه تاعي، راح تكون تتلاصق. هذا سر من اسرار نجاح العجينه تاع البيتزا كاري، لازم ما تكونش يابسه، لازم تكون طريه لدرجه انها مازال تتلصق في يديك. شوفوا معايا لهنا راني حتى كي نحيتها من الريسيبيون راهي مازال تتلصق. لهنا دوكي نبدا نلمها في البلان دو طرافاي تبدا تحكم روحها شوي، مي ما تخافوش منها، خليوها تقعد تتلاصق، لانه من بعديك راح تدهنوها بالزيت وراح عادي تتلم وتحطوها تخمر عادي جدا. لهنا نبقاو ندلكو فيها العجينه تاعنا لمده 10 دقائق. راح كيما قلت لكم راح تكون تتلاصق، ما تخافوش منها. بعد ما تدلكوها راح تحكم روحها العجينه وتتلم لنا. بعد ما دلكناها راح تحسوها بدات تتلم شويه، مي تقعد تتلاصق يعني مش راح تتلم خلاص. هنا واش راح نديرو؟ راح نستعينوا بالزيت بعد ما تلمت لنا، بس شوفوا كي نحط صبعي راهي مازال تلصق. راح نستعينوا بالزيت. لهنايا نحطوا شويه زيت في يدينا ندهنوا به هذيك العجينه تاعنا جوست باه ما تبقاش تلصق لنا، ونخليوها تخمر. حتى راح تضاعف الحجم تاعها. جوست نغطيوها ونحطوها في مكان يكون دافئ، اذا كان الحال شوي بارد، اذا كان الحال سخون خليوها بركه راح تتخمر ويضاعف حجمها. لهنا نخليوها حتى يتضاعف الحجم تاعها. ولهنا نروحوا لصوص طوماط اللي كنت ديجا وجدتها قبل. لهنايا ديت 7 كعبات طماطم، ميكسيتهم وحطيت لهم 3 سنات توم وشويه ملح شويه فلفل اكحل، وطيبتهم حتى جوست مغلاو، وحطيت لهم مغرف نص مغرف تاع شاي طماطم مصبره، وخليتهم حتى نغلاو مليح وطفيت عليهم. ما زدت لها لا زيت ما حتى اضافه اخرى. وبعد ما تخمرت العجينه تاعنا شوفوا لي لهنا كيفاه تضاعف الحجم تاعها، نروح نديغازيوها مع بعضنا ونخرجوا لها هذاك الهواء، ونبداو لهنايا نخبزوا هذيك العجينه. طبعا بعد ما دهنا البلاطو تاعنا بالزيت. لهنايا
نخبزوا العجينه تاعنا في البلاطو تاعنا اللي كنا دهناه من قبل، ونحطوا لاصوص طوماط تاعنا، وهنايا رشه معدنوس، ونزيدوا لها كعبات زيتون اكحل. بالنسبه للفرماج بلون، فرماج رابيد، بيتزا كاري، راهي مش محتم نحطوا فيها الفرماج بلون فرماج كاري، هي لاباس تاعها الزيتون والمعدنوس، وهذوكم الكماليات راهم اختياري. بالنسبه لهنا انا حطيت فرماج بلون، حطيت شويه فرماج رابيد. لكن السر الثاني لنجاح العجينه تاع البيتزا كاري انك تزيدي تخليها تخمر لمده 15 دقيقه قبل ما تحطيها تطيب في الفرن، ومن بعد حطيها تطيب راح تكون النتيجة قطن، راح تحصلوا على عجينة قطنية بنينة سل. لهنا يا طابت البيتزا تاعي، حطيت لها شوية زيت زيتونة وحطيتها في صحن التقديم. ان شاء الله كون فتكم بهاد الوصفة، وان شاء الله تجربوها وتنجح لكم وتدعيوا لنا دعوة خير. ما تنسوناش بدعمكم للقناة، وان شاء الله في وصفة اخرى. سلام.